لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكاية شون فصدقني فايتك كتير قوي. شفنا شون المحارب القوي ولكن في نفس الوقت كحيان وفقير، واللي اكتشف فجأة انه بيمتلك ملايين، بس لما راح علشان يرجع الملايين دي لقى الناس النصابة رافضين يدوله الفلوس، وهنا بقى قرر ينتقم، وكمان اتعرف على بنتين سوزي وليندا، ولكن القلب مال ناحية ليندا صديقي، واللي في الأخير دخل معركة علشانها، وطبعا كسب الواد اللي اسمه لي. بس ايه اللي حصل بعد كده ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي، فاذكر الله وصلي على النبي ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف شون بيقول له انت اللي غبي اللي عايز تشيلني الليلة، بس ليه بيقول له انا هوريك، وبيجمع قوته كده وبيكون عايز يخلص منه، ولكن الامن بيجي وبيمسك ليه وبيعرفوه ان خلاص القتال انتهى، واللي انت بتعمله ده ضد قواعد حلبة رين. فشون بيتفاجئ ان شخص عادي قدر يمنع ضربة قاضية من محارب، وبيقول شكل كده الحلبة دي عارفة هي بتعمل ايه كويس، لو معينة حراس من اعلى مستوى. فشون بيقول له ايوه افتكرت، كويس انك جيت يا معلم، ده انا كنت مروح وناسي ان انا اللي كسبت الرهان، وحراس الامن بيقولوا له انه راهن على حاجة وكده، وبما انك خسرت وكنت عايز تخلع من هنا فانت ممنوع من الدخول هنا، وده للأبد. ده غير اننا المسؤولين قدام السيد شون اننا نجيب له حقه منك. فهنا ليه بيتصدم وبيقول يا نهار اسود، ده انا كنت ناسي الرهان ده خالص، لا انا ما ينفعش اخسر ايدي، ما ينفعش، لا ولا مستحيل اقدر عليه بعد كده. وليه بيقول له انا هديلك 30 مليون، لا 50 مليون، بس مقابل ان يسيبني امشي. فحارس الامن بيقول لشون ها ايه رأيك، صحيح ان ده عرض ما يتفوتش بجد، اصلك هتعمل ايه بدراعه المعفن ده، ولكن لو العرض مش عاجبك قول لنا وما تقلقش احنا مش هنحله. بس شون بيقول لهم بصراحة مش موافق، وبيقول لي ليه بقى ايدك الجميلة دي ب50 مليون بس يا راجل، شوف يا عم انا هعمل معاك واجب، وده بس علشان انا كسبتك بسهولة، هات 100 مليون يا عم وانا هسيبك تمشي، وده مع اني ما بحبش ارجع في كلامي. فليه بيتصدم وبيقول هعمل ايه، ما قداميش حل تاني، الخنزير ده بيساومني ولعبها صح بنل. وليه بيقول له انت طماع قوي بس انا موافق، وبيكتب له شيك وهو هيعيط، بيكتب له 100 مليون دولار. فحارس الامن بيتاكد منه وبيقول له حلال عليك يا برنس. وشون بيستفز ليه اكتر وبيقول له ان دي اسهل فلوس كسبها، وبيقول له شكلك مغفل، وبياخد ليندا وسوزي وبيمشوا. ولكن قبل ما يمشي بيقول ليه ابقى خلي بالك بقى من صحتك، ويا ريت تبطل تاكل اكل من بره، يلا سلام يا مغفل. وليه بيكون في وضع لا يحسد عليه، بيكون عايز يكسر كل حاجة قدامه، وبعد كده بيرجع مكتبه بيكسر فيه براحته بقى، وده علشان لو كان كسر حاجة في الحلبة الحراس كانوا هيعلقوه. وليه بيقول لتوني اتصل بأكبر عدد من المحاربين، أكبر عدد، علشان دي هتبقى سواد على الكل، أنا مش هسيب الواد ده. فتوني بيسأله هو أنت ما حرمتش من اللي حصل، وبعدين المرة دي جت سليمة، مين عارف ممكن يعمل فيك ايه المرة اللي جاية. فليه بيتعصب وبيقول له انت السبب في كل ده، قعدت تقول لي ده صاحبي ومضمون وسلمتني ليه. وهنا ليه بيسدد له ضربة قوية وبيعرفه انه مش محتاج اغبياء تاني في صفه. وبعد كده بنشوف شون نايم على السطح والواد رايق اخر روقان، ولكن شون بيقول لهم اظهروا، انا عارف انكم هنا مش محتاجين تتسحبوا، لو في اي حاجة قولوها. فبيظهر محاربين كده من فئة الفنون القتالية واللي بيكونوا من قسم نينجا فصل تالتة رابع، وشون بيقول لهم واضح كده ان ليه عاوز ينتقم مني، بس شكل كده فلسته، وده علشان ما بعتش غير 2 منكم. فواحد منهم بيقول له ما تستهلش بينا، احنا ايوه 2 بس 2
بيقوم بمهام ملايين، ولكن شون بيتفادى كل هجماتهم بكل سهولة. وهنا شون بيقول لنفسه ما ينفعش كده، لو الموضوع طول عن كده ليندا وسوزي هيصحوا من النوم وكده هيقلقوا عليا. وهنا شون بيستدعي السيف العظمي وبيمتص قوته، والسيف هنا بيمنحه قوة مرعبة جدا، بس واحد من النينجا ما بيخافش منه وبيهجم عليه، ولكن عمنا شون بدون اي مقدمات بيخلص عليه كده في ثانية. والنينجا التاني بيكون هيعملها على نفسه من كتر الخوف، وبيسأله انت ازاي بياناتك بتقول انك ساحر من الدرجة الاولى؟ انت المفروض ما تكونش سريع كده وملكش في الفنون القتالية. فشون بيقوله ان ليه سوحه، هو صحيح من المستوى الاول ولكن بقوته العادية بس ما كانوش هيقدروا عليه، وليه بنفسه يعرف الكلام ده كويس، بس ليه اعتمد على انكم هتكونوا اذكياء وتقدروا تغفلوني. ولكن اللي ليه ما يعرفوش ولا حد يعرفه ان ده مش سيف عادي، لا ده سيف سحري بيجيب الحظ وكمان بيعزز القوة والسرعة بنسبة 100%، وأظن إنك شفت ده بنفسك. فاستعد كده ومن غير كلام كتير علشان الدور عليك في الموت. والنينجا بيقول لنفسه مستحيل أهزمه هو بالسرعة دي، وبيقول لشون طب واستعد ليه؟ ما الطيب أحسن، وبيخلع بسرعة من المكان. فشون بيقول أنا قلبي طيب وكل حاجة أيوة، بس ما ينفعش أسيبه يعيش بعد ما عارف سر السيف العظمي، والا هيعمل لي كده شويه مشاكل وانا مش ناقصه. فشون بيستخدم قوته كده وبيلحق النينجا ده في ثواني، وبعد ما كان النينجا فكر نفسه هرب خلاص، ولكن شون بيخلص عليه بلا اي رحمه، وبيجيبه كده وبيرميه جنب صديقه، وبعدها بيفتشهم، وده علشان يمكن يطلع منهم باي مصلحه. بس بيلاقي مع النينجا دول جهاز غريب وهو نفسه مش عارف ايه ده. وبعد كده بنشوف سوزي واللي بتصحى من النوم وبتقول غريبة انا سمعت امبارح دوشة وصراخ وكانوا حقيقة بجد، وبتتصدم ان شون لسه صاحي كل ده. فبتسأله انت بتعمل ايه عندك يا ابني؟ وشون بيقول لها هو انت حولة؟ بتمرن زي ما انت شايفة. وسوزي بتقول له ما انا عارفة ده، بس هم مش المحاربين المفروض بيناموا زينا؟ فشون بيسألها طب ازاي عايزانا ننام النهاردة اول يوم اختبارات في الأكاديمية؟ وسوزي بتقول له صح، دلوقتي ليندا كمان هتصحى ونروح زي ما وعدتك يا عمنا، بس انا هدخل اخد دش بسرعة كده، ولكن لان انا عارفة كويس انك قذر فانا بحذرك اياك تبص عليا. فشون بيقول لها طب وانا هبص عليك ليه يا بنتي؟ خليني كده واخد عنك فكرة انك بنت جميلة بدل ما تصدم ولاقيكي شبه المعلم تاو. وهنا بيطلع يجري بسرعة، وده علشان سوزي لو مسكته فهتعمل في اللي النينجا نفسهم ما قدروش يعملوه. ولكن يا ترى اللي هيحصل في الاختبارات دي؟ يا ترى شون ناوي على ايه؟ ويا ترى ايه اللي مستنيه بعد كده؟ عايز اقولك ان لسه في احداث كتير، وعلشان يوصلك الاحداث الجديدة يبقى ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناة، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي.